بسم الله الرحمن الرحيم. تتبيقا خلاص عبد القادر، مرحبا بكم. تنتلاقاو من جديد في حلقه جديده. مبارك عواشركم بعيد مبارك سعيد. باقي العيد من حد ذاك الحولي باقي عندنا اللحم وحنا نقولوا هو مبارك عواشركم. من حد ذاك العيد باقي اللحم في الدار وحنا نقولوا عيد مبارك سعيد. انا دابا راه ولا واحد معنا في الدار تا هو الحولي مسكين وخادم حناه، ولا تيدخلنا بكري للدار. لاحظتوا دابا الناس تيكونوا جالسين في القهوه تلاحظوهم هاد ايام ديال العيد من بحال الحولي تتوصل 12 الاخوان غنخليكم فاش تيمشي للشوا وداكشي، عاود تتوصل العشيه والاخوان غنخليكم بحال هذاك اللحم تيعيط علينا تيقول لنا دخلوا دخلوا. مبارك عواشركم رجل عيد مبارك سعيد علينا وعلى جميع البشريه بدون استثناء. ندخلوا في الحلقه ديال اليوم. مدينه صفرو اواخر التسعينات مدينه صفرو. بعض الناس ربما بعض الناس يقول فين جات هاد صفرو. صفرو معروفه كاين بالضبط صفرو 21 كيلومتر على فاس كان مدينه صفرو. مدينه صفرو معروفه بواحد الشلال ديال واد سميتو اكاي. هاد الشلال من الشلالات المعروفين في المغرب، شلال ديال الماء تيهبط منه على طول السنه. واحد الشلال عطي واحد المنظر لديك المدينه، واحد الشلال اللي هو اللي عطى الحياه لديك المدينه بعد الله. مدينه صفرو خدمت فيها وعرفتها في واحد الوقت في التسعينات، بدايه التسعينات كنت انا تما. خدمت فيها لما كان حب الملوك مغطين المدينه، الشجر ديال المدينه، لما كانوا الجرادي ديال الخضره، الجرادي ديال الاشجار المثمره. صفرو خصكم تعرفوا بان صفرو اقدم من مدينه فاس. وكاين واحد المقوله متقه ومكتوبه على واحد الجدار صفرو تيقولوا بكري ذهب من مدينه صفرو الى قريه فاس. اي مدينه صفرو كانت اكبر شأنا من مدينه فاس. ذهبوا من مدينه صفرو الى قريه فاس. لما كانت صفرو مدينه كان فاس قريه. باقي فيها بزاف المعالم الاثريه، بزاف كاين الحمد لله لحد الان. سكنوا فيها اليهود واحد فتره كبيره من التاريخ، سكنوا فيها اليهود. كانت واحد المدينه مخلطين فيها الاجناس، كان اليهودي والنصراني والعربي والشلح، كانوا كلهم مخلطين. وهذا الشيء كان عطيه واحد الثقافه خاصه، وعطات ناس اللي باقيين الان اللي كانوا باقيين منهم اللي محيين، كان ناس مثقفين. علاش كانوا مثقفين؟ الله اعلم. انا نهار مشيت لصفرو لقيت مدينه صفرو هي المدينه تيتسالى فيها الجورنال، اي الصحف. لما تجي في الصباح الناس يشروا الصحف، كلشي تيقرا الجورنال. وكنت نتعجب، ولكن مشيت لواحد المدينه ما تيقراوش الجورنال بزاف، وانت تشوف لك الناس تيقراو كلهم الجورنال، ناس مثقفون. وكاين بعض الناس اللي منهم كانوا اركان ديال الدوله، من الاركان ديال الدوله كانوا صفريويين، لا في الاستعلامات العامه ولا كما كان واحد معروف الحمد لله تما بلا ما نذكر الاسم ديالو، لا في الوزارات لا في الحكومه، كانوا ناس كبار مدينه صفرو. الحسن الثاني الله يرحمه قال واحد الوقت مدينه صفرو سيرو جاردان دو ماروك، هي حديقه المغرب. كانت سميتها حديقه المغرب، بالاشجار اللي فيها وداك الشلال والمهابط ديال وسط المدينه. واد ديال وسط المدينه هابط من الشلال وتيمشيو الناس فيها باش يريحوا وباش يقلبوا على الطبيعه وباش يقلبوا على الفاكهه. كانوا تيمشيو لمدينه صفرو، كاع الفاسين تيهبطوا، كاع الناس تيعرفوها من ديك المنطقه تيهبطوا لمدينه صفرو. حبيت هذيك المدينه وكنت نبغيها لما خدمت فيها، والله شاهد عليا. كان المدينه فيها مدينه جديده والمدينه القديمه باقا ديك المدينه القديمه ديال صفرو دوك الزنيقات. زوروا صفرو الان، زوروا صفرو، شوفوا المآثر ديال صفرو كيفاش دايره. نعم صفرو للاسف توالاو عليها واحد المجموعه ديال المجالس البلديه، 3 المجالس البلديه دخلوا في مشاكل فيها، 3 المجالس اللي تعرضوا على المحكمه الدستوريه، 3 المجالس اللي دازوا الاولى والثانيه وما داروا والو. صفرو داروا غير المشاكل والصداع. باقي الان عايشين في المشاكل، وشدي نطلق لك ونساو او تناساو المدينه. ولات حتى الطريق اللي تدير داك الشلال محفره، حتى الطريق اللي تدير الشلال اللي غيجيو التونس يشوفوها، ويجيو الناس مثلا دوك اليهود يجيو من برا والنصارى اللي عاشوا تما يجيو يشوفوا بلادهم تيشوفوا داك الشيء الدقدق وما بقى شيء. حتى الاشجار حبل الملوك كانت مغطيه المدينه ولات تبنات بني غير الحجر. فعلا ان المجالس ما داروش على شي تشكروا. تنقولها من هنايا، المجالس البلديه توالت على صفرو ما داروش تشكروا. صفرو كانت فيها ملكه الجمال، وكانت الحفله ديال ملكه الجمال وديما تدار، لان الا كورونا اللي حبستها، وكانت تدير الحفله ديال ملكه الجمال. وكانت يجيو دوك الناس ديال المناطق كامله ودوك الفنانين والمغنيين والباعه وكذا. وكانت حفله عيد ثقافي اكثر من ولا من بعد ولا غير اقتصادي، البيع والشراء، عطيه البلاصه شد البلاصه. حتى الاشهار ما كانش يديروا، ما بقاوش يديروا مزيان الاشهار على الحفله ديال العيد ديال ملكه الجمال.
لانه علاش ملكه الجمال؟ شكون اللي بدا بها؟ اليهود اللي كانوا ساكنين تما قبل هما اللي داروا حفله ديال ملكه الجمال الاولى في المغرب. قراو التاريخ، اليهود المغاربه اللي كانوا ساكنين باقي تيجيو تما، باقي عندهم املاك ديالهم، باقي تيجيو، باقي عندهم مقابر ديالهم تيجيو يزوروهم. هما داروا ملكه الجمال. وانت تعرفوا البنت الصفراويه، الجمال ديال البنت الصفراويه راه معروف في المغرب. وترجع هنا لمدينه صفرو اللي وقع فيها واحد الجريمه بشعه، وانا هضرت في الاول في سياق الكلام، في سياق نفس الجريمه. كانوا الجرادي في صفرو، مدينه صفرو، في جناب ديال مدينه صفرو، دايرين مدينه صفرو بزاف ديال الجرادي كما قلت لكم. تيعطيو حب الملوك، تيعطيو التفاح، تيعطيو البنان، تيعطيو البرقوق، تيعطيو الخضره بجميع الاشكال ديال الخضره. وكان ذاك الواد اكاي اللي هابط من الشلال هو اللي تيغدي هذوك الجرادي، دوك الغرسه تمشي لي من بالي، وكنت تقول الجرادي ما الغرسه هي سميتها الغراسي. كاين واحد الفنان صحراوي كان قديم، جيت نزوركم في لاله ومتما بانوا الغراسي. كانوا في لاله، شوف في لاله فين جاو في الجنوب، وكان عندهم الغراسي بزاف ديال التمار وديال القزبر والمعدنوس. جيت نزوركم في لاله ومتما بانوا الغراسي. كانوا هاد الغراسي هادو ممكنين فاس والمنطقه ديال فاس، وممكنين جميع الدائره ديال فاس، الدائره ديال صفرو كامله، ممكن صفرو وفاس والدائره ديالهم كامله، الجهه ديال فاس، الجهه ديال فاس الا بغينا نقول حاليا. كان الفواكه تيخرجوا من صفرو. احسن حب الملوك باكيرو المعروف كاين في صفرو، باقي الحمد لله تيعطي، ولكن داكشي قلال لانهم ما ردوش البال حب الملوك في ديك المنطقه. حيدوا الشجر وداروا الديور وما زادوش الشجر للاسف. وكان لا البرقوق لا التفاح ديالها كما قلت لكم كان مشهور في المغرب، كما التفاح ديال الميدان دابا كما تنشوفوه. ودوك الغراسي، الناس اللي مكلفين دوك الغراسي، دوك الفلاحه، كانوا تياخذوا الماء كما قلت لكم من اكاي، من واد اكاي، لكن الماء تيدوز وتتفرق على الغراسي. وكان داك الماء كل واحد عنده واحد القسط ديال الوقت ديال باش ندوزوا ليه الماء. اي انصح عليكم الناس اللي فلاحه تعرفوا هذا الشيء. الواد هو دايز، وتاخذوا واحد الدراع كما تيقولوا من الواد تيدخل الغراسي، ودوك الغرسات الواد دايز، وكل واحد تيسد عنده حق. هذا تيسد وتيطلق الجرده ديالو، الاخر تيسد تيطلق الخصه ديالو. كل واحد تيسد واحد الوقت. كاين اللي عنده ساعه، كاين اللي عنده حق في ساعتين، كاين اللي في ثلاثه، كاين اللي عنده حق في 4 سوايع اللي عنده الخصه كبيره. وداك الشيء كان محفظ مكتوب قانوني. انت راه عندك في النهار ثلث ساعه تتسد ما يدوز عندك، من بعد تتحيد تطلق لصاحبك، الاخر راد البال ثلث ساعه تطلق لي، انا عندي ساعه ناخذ الماء ساعه وتطلق لي. واحد الراجل تما عنده واحد الخصه، جا الوقت ديالو باش يتسلم لنا في الليل، وما تيتسلموا الماء في النهار ولا في الليل، ولكن في الليل هو مشى يرد البال باش يسد ويطلق الماء يدوز عنده. واحد الوقت تلقى الماء ما تيدوزش عنده، مشى تيشوف الماء تيدوز قليل، باش يشوف شنو واقع، واش شي حجره طاحت، شي حاجه تهدمات، ولا الرمل ما خلاتليش ما يدوز. تلقى رجل آدمية، رجل من الفخذ، رجل آدمية، تما شي واحد راميها ديك الطريق اللي تيدوز منها الماء الخصة ديالو، وسد ليه الماء. عندما رجال الشرطة جاو لعين المكان، جاو الشرطة في ذاك الليل تلقاو رجل آدمية. التشخيص القضائي صوروا داكشي، هزوا رجل، علموا النيابة العامة، علموا السيد الوكيل العام بأن كاين رجل، وبدا البحث. لقاو رجل ساد الطريق كما قلنا، رجل مقطوعة ديال الراجل، هزوها داوها. اذا كاين غير رجل ديال الراجل، ما كاين حتى شي واحد اخر. ذاك الوقت كنت انا واعوذ بالله قلت انا يلا مشيت لمدينه صفرو، مشيت لبلقصيري، يلا مشيت، كنت في الشرطه القضائيه مدينه صفرو، ومشيت لبلقصيري الشرطه القضائيه اللي هو الاختصاص ديالي. الشرطه القضائيه كما تتعرفوا تنقول هادمه حرفه، الشرطه بيجي حرفه تتعلم. راه ماشي نقولوا بوليسي جا من 16 دوزناه دخلنا انسبكتور اوفيسي، دخلنا الشرطه القضائيه لقاو راه ولا خصو واحد الوقت باش يتعلم، هي حرفه. في ذاك الوقت من حيدت انا، من ثم جيت باش كنت في الشرطه القضائيه، وكنت انا وكان واحد معايا السي حسن بيقومان، راه في مدينه خميسات، راه خدا واش تنحييه، راه خدا السي حسن بيقومان تنحييك، مدينه خميسات راه خدا التقاعد ديالو. كنا واحد المجموعه، كان واحد السيد سميتو قنديل، واحد المفتش قنديل، عفريت داك قنديل، عفريت كان تيحنتني هذا قنديل، راه في مدينه الدار البيضاء تحنك السي قنديل، شحال ما شفتو. كان معنا واحد الجروب شادين راسنا، حنا مشينا وقع فراغ، وجا ديك مشي على غفله، كان ديك الساعه واحد الوقت فيه ليميتاسيون بزاف ديال الانتقال ديال البوليس، نقل هذا من هنا جيب هذا انا، نقل هذا من هنا جيب هذا. كان جا واحد المدير بلا ما نذكر سميتو، وذاك المدير كان غبق عليه واحد شاب بيرسونيل،
حسا بيرسونيل كان دخل معاه الخط ولا تيقول ليه وتيمشي الا بغينا نقولوا سا بيرسون تيمشي مدير. مع الاسف ولا انتقالات بجد، انتقالات. انا انتقلت بالقصيري، ولكن انا كنت طالب باش ندخل نقرب القنيطره، انا دوزت واحد الوقت كبير في الصفرو وانتقلت بالقصيري قريب القنيطره وعجبني الخدمه وبقيت. ولكن اللي بقى من بعدنا حنايا اشنو بقى؟ انا بغيت نكون صريح. هنايا هذه الحلقه بغيت نكون فيها صريح. عييت من ندافع على البوليس، ولكن ماشي خصنا ديما ندافع، ولكن واحد الوقت نكون صريح. خليت ورايا واحد رئيس مفوضيه، رجل اداري ولكن لا يفقه في الشرطه القضائيه، ما عندوش مع الشرطه القضائيه اداري. وبزاف الرؤساء اللي دازوا في مديريه الامن الوطني او في اداره الامن الوطني كان عندهم مناصب كبيره في المفوضيات وفي الامن الاقليمي ديال المدن، ولكن ما كانوش حريفيه. كانت تعرف الارجي، خدم في الكتابه، خدم كان، ولكن مع امتحانات مع التقادم داز ولا رئيس مصلحه، ولكن ما كانش قليل اللي كانوا عارف راسو عامر، عارف السلطه القضائيه شنو هي، والاستعلامات العامه شنو هي، والخدمه شنو هي، والامن العمومي شنو هو. قليل اللي كانوا تعطيهم الان في المغرب. الان تنقولها السي الحموشي دار ناس عطاهم مسؤوليه وما تعطي مسؤوليه رئيس مفوضيه ولا الامن الاقليمي. السلطه القضائيه تكون حريف في خدمته هذيك وتعرف لها، عارف كل شيء. بكري لا، كان طلع جاب الله ولا رئيس المفوضيه هو اداري في الادارات، يعرف ما هو اداري، ما هو السلطه القضائيه والبحث وتطبيق البحث وكذا، ما كانش تعرف. ولما مشينا حنا من تما عطى لواحد السيد واحد الضابط الله يرحمه، مات الله يرحمه. كان هذا الضابط في مدينه القنيطره اللي كان خدام معايا، وتم نقله الى مدينه صفرو، نقله عقابا، عاقبوه دار شي حاجه وعاقبوه جا لمدينه صفرو. كان راجل كبير في العمر قرب من التقاعد. هذاك الراجل خدم في المعهد ديال المدارس ديال الشرطه، من بعد مدارس الشرطه خرج جا القنيطره، خدم شي شويه في السلطه القضائيه، ولكن ما عمره كان رئيس ديال فرقه مثلا او رئيس ديال بريغاد، ولكن خدم كعنصر. ودازو فيسي وجات واحد المشكله وقع فيها وجابوه، اذن جابوه رغم عنه وجابوه لمدينه صفرو. حنا حيدنا هما لصقوا لي عطاو السلطه القضائيه، تعطي له واحد السلطه القضائيه، يلاه جاب واحد المدينه ومخلي ولادو ومخلي كل شيء، وجا وعطيتي واحد المهمه كبر منه. الناس اللي غيخدموا معاه بجنبه كان بيرسونيل قليل، خدا واحد الكاتب الله يرحمه، تا هو واحد الكاتب خداه. هذا الكاتب فرونسيزو تيكتب فرونسي، هو كاتب سكرتاريه، شاف سكرتاريه رئيس كتابه، خداه داروا معاه في السلطه القضائيه باش يعاونوا، خداو واحد الجري باقيين جداد. اذا صابوا واحد الفرقه اللي غتسمى الفرقه القضائيه، الصراحه عيانه ماشي عيان شي حاجه، ما عارفينش السلطه القضائيه، ما عارفينش وتصاطحوا مع هاد لافير ديال هاد الرجل، عطاهم هاد الرجل قالوا بحثوا فيها، بس ما عارفينش. داك الكاتب حاسب راسو ديما هو كاتب، دوك جوج دراري تيقولوا حنايا عاد جينا جداد غير تابعينهم من اللور. هذاك الرئيس كان عنده، داك رئيس الفرقه اللي قلت لكم، داك الضابط كان عنده مشكل انه خصو ديما يجي عند ولاد القنيطره، ديما يجي عند ولاد القنيطره، باقي ما تحول شيء، يجي عند ولاد القنيطره. اي مره يسلت في الجمعه، مره يسلت في السبت، مره يسلت في الخميس في الليل، وتيجي عند ولادو يشوفهم. راجل كبير قبل التقاعد تيجي عند ولادو، وعطاوه ديك المهمه، عطاوه ديك الرجل. وانا تحدثت على هاد لافير مع الناس اللي كانوا بجنبه وخدموا معاه، مع الناس اللي عاشوا هذه الواقعه، مع الناس اللي عطاوني المسطره طلعت عليها، وجلسنا هكا مجموعين تنهضروا، وقالوا لي ودي لما جا داك السيد ما عرف ما يدير، هو ما عرف ما يدير بعدا حتى في الديبار لما جا وعطاوه. وهذا راه درس بغيت نعطيه انا اليوم، تنعطيه واحد ماشي دروس ولكن تعطي تنبيهات، تنبه راه خصنا نديروا الرجل المناسب في المكان المناسب، سيرتو في الشرطه القضائيه. وتنقولها وتنأكدها الى اليوم. كاين شي واحد عنده الشرطه القضائيه في المغرب، الحمد لله الجريمه هبطت بزاف مع السي الحموشي، ولكن باقي تنقول الا كنعطيو شي واحد السلطه القضائيه ونعطيو الجريمه يحاربها، خصو يكون عنده اختصاص، خصو يكون يعرف الحرفه، يعرف يخدم، يعرف اش تيدير. ما نعطوش شي واحد مسؤوليه ديال رئيس السلطه القضائيه في المغرب وهو ما خدمش السلطه القضائيه وما كانش السلطه القضائيه، كان عنده مسؤوليات اخرين، ونجيبوه تمام. يقد اما يكون راسو صغير وتبع اخوانه هما قدام وتبعوا في الهضره، او يكون راسو عنده ديك بانه تيحس براسو شي حاجه وما يبغيش يصنت لهم ويخربق عليهم وما يخدمش تيخدموا.
واليوم هذا الشيء الحمد لله راه حاربوا السي الحموشي هذا، ودار المكان راجل مناسب في المكان المناسب، تنحيي من هذا المنبر هذا. هذاك السيد كان ذاك المسؤول الاداري كان تما عطى هذاك السيد ما عرفتش شد رجل وداها مستودع الاموات وحطها تما، قال نديروها في الثلاجه تبرد تما. صلاه على النبي. هذيك الرجال شنو عطاتهم؟ هذيك الرجل فيها البرص، في الفخذ كاين البرص ديالها، البرص مبراصه فيها البرص. هما يصعبوا في الاول بان الماء هو اللي رد هكاك، ومن بعد قال لهم لا هذا البرص كاين فيها، ولكن الرجل بوحدها ما كاين شيء. تيبحثوا تيسولوا في المدينه، ما عرفوش سياخذوا لابرانت ديال الرجل، ما يمكنش، ما عرفوا شيء. داز 3 ايام قدمت واحد المراه، جات الشرطه القضائيه تتقول لهم سيدي راجلي ما جاش للدار، وسمعت هنا في المدينه مع المدينه صغيره، سمعت بانه لقاو واحد الرجل فيها البرص. تيقولوا الناس هضره خرج الدار من لهنا، وتتقول انا راجلي راه عنده تنا عنده البرص في رجليه وزمان ما جاش للدار. جابوا المراه اللي جات تشكي، داوها لمستودع الاموات وراوها الرجل، شافتها قالت لهم هذه الرجل ديال راجلي، اولا البرص اللي فيها، وثانيا انا راجلي قبل ما يمشي في الدار من الدار، قبل ما يمشي النهار اللي غيخرج فيه قال لي حيد لي ضفاري. انا حتى هو ما تيقدش رجل شويه صحيح ما تيقدش يحيد ضفارو، غليط جاو حيدت لي ضفارو، ولاحظوا بان الضفار محيدين جداد، وتاكدت بانه بون. جابوا المراه تيبحثوا معها، الراجل كاش تيدير راجلي بيا واش راسي تيبيع واش في كل شيء في هذه. وداك النهار فاش خرج من الدار بحال نقولوا ول البارح او البارحتين، فاش خرج من الدار كان عنده لقاء مع واحد السيد، قال لها دير شد اللقاء، قالت له سيدي ولدي بغا يتوظف، وتلاقى بواحد السيد قال يدخلوا للوظيفه في مدينه فاس غادي يوظفوا، ودا معاه شي فلوس. حنا كانت عندنا في الدار سيدي شي 8 المليون، ودا معاه ما اخذ منها ما عرفت خداها كلها ولا دا منها غير شي حاجه. المهم من بغى يمشي قال لي انا نسيت معايا شي حاجه ولا باقا شي حاجه هنا، خليها بلاصتها، انا بلا انا فلوس ما تنقصهاش راه محطوطه تما عنده. ومشى ديك الساعه ما خرجش. واش هذا الراجل اللي بغا يوظف لكم ولدكم واش عمركم اتصلتوا به؟ لا سيدي. جابوا الدري اللي غيتوظف سولوه تا هو باك هضر معك شي واحد غيوظفك ما يوظفك؟ قال لهم شكون هو السيد؟ قال لي هو تلاقى بي انا ما عرفتوش، تلاقى بشي واحد من فاس هو غيدبر لي على وظيفه والوالد غيدور معاه، والوالد راه دا معاه مليون، دا معاه غير مليون. مشى معاك للدار، مشى معاهم للدار، خداو الحال المدني ديال الراجل، خداو التصويره ديالو، خداو بعض الحاجات تمهم، قلبوا هنا لقاو 8 المليون محطوطه في الدار. 8 المليون الراجل عارف المراه قال لها 8 المليون تا عارفين عندهم 8 المليون، ولكن الدري تيقول دا معاه مليون، ربما دا مع الراجل مليون اخر خارج على ديك 8 المليون، ربما كان عنده 9 قال ربما 8 تما، مي دا معاه مليون حسب التصريح ديال ولده، دا معاه مليون ومشى. فين مشى هذا الراجل؟ الله اعلم. هذا الراجل ساكن في طازوطه، واحد القبيله تما، واحد المدينه، واحد تيب باتلان ساكن فيها، وعنده دار في الصفرو، والاغلبيه تيكون في ديك المدينه الاخرى فين تيمشي، ديك المدينه الصغيره اللي قلنا سميتها دابا، وعنده دار في الصفرو وتيجي ليها. هذا الراجل الاصول ديالو صحراوي، من دوك الصحراويه اللي تيعرفوا غير المعقول، دوك الناس الصحراويه اللي تعرفوا ديك الراشديه وقصر السوق وديك المنطقه الجنوب، عرفوا الناس الجنوب راجل معقول، راجل مصلي، تعرفوا عليه الناس معقول ومصلي، ما تعرف لا تخربيق ولا شي حاجه، والعائله ديالو كاملين، العائله ديالو ناس مزيانين وطيبين، من بعد تعمقوا البحث مع ديك العائلات الناس طيبين، ما فيش داك التخربيق، ما فيش. البوليس الضابط ديالنا الله يرحمه انتقل، مشى لديك طازوطه، مشى لديك المنطقه، مشى للبلاصه فين عنده الدار اخرى، مشى يشوف الاهل ديالو. هذا الضابط هو امازيغي، شلح دابا نقولوا شلح، مشى ديك المنطقه تيهضروا بالشلحه، ديك المنطقه حتى هو القبيله ديالو قريبه لديك المنطقه بلا ما نقول سميتها، قريبه، بقى الناس تعرفهم، ومشى با الضابط تما. ولكن اش وقع؟ كيما قال لي واحد الدركي، قال لك هذاك السيد من جا تما سلم على الناس، تيسلم عليهم، مشى العائله ديك اللي ميت جلس معاهم، الناس تيعرضوا عليه الغداء والله تتغدى، تيهضر معاهم في الشلحه، او تيعاودوا على العربي بن التامي، وتيعاودوا على كذا كذا. دوك جوج دراري اللي غاديين معاه داخلين سوق راسهم تيتفرجوا، داك السكرتير اللي معاه هذاك دابا نقول لكم حريرته الله يرحمه، حريرته حريره، هذاك مشى معاه راسو تا هو خاوي غا شاد الكارو، كان بحال نيت كان شاد مسكين الكارو تيكمي، كان واحد الراجل تيكمي بداخل لا ماشي في هذا العالم بحال غير الكتابه والسكرتاريه، مشى معاه ومشاو تما ودوزوا شي يومين تما، يومين
يلا الناس يقولوا ما دخلوا التعشى ودخلوا تغداو وتعاودوا على البلاد تا وتعاود معهم وتعاودوا هذاك الراجل كان معقول الله يرحمه وكان مسكين كذا كذا. واش كان شارك مع شي واحد؟ لا ما شاركش. كان هذا ولد عمو جا زيد مصطفى زيد ولد عمو لا لا باس الله يعظم الأجر. انت شكون ولد بنتها؟ انت ولد فلان؟ وانا لا ولد فلان انا ولد فلان. اي لا اله الا الله كذا. تعاود لي من واحد من دوك اللي كانوا مشاو معاه من دوك الدراري جوج اللي قلت لكم مشاكل باقيين جداد مالك تهضروا على البلاد والحياه والتاريخ والبلاد وكذا وكذا. مشى عند الدرك الملكي تما قال لهم ودي حنا شنو لقينا. الدرك الملكي قالوا لي ودي الافكار عندكم معلومات عندكم حنا اللي علينا غنديروا واحد البحث هنايا واحد البحث شويه. شوفوا ربما هاد السيد جا هنا وتقتل ربما شي جثه تبان هنايا ربما شي معلومات نعطيهم لكم ربما حنا غنزيدوا نبحثوا لا يبان شي واحد عنده علاقه بهذه الجريمه شي نقدروا نديروا. لان القضيه كاين تحديد الصوره راه عندك انت البوليس ماشي عند الجدرميه. الجدرميه عندهم شغالاتهم وغيمشيو يبحثوا انت الافكار ماشي عندهم. مشاو اتصلوا تما بالقيد عطاهم واحد المقدم قال لهم ودي هذا راه يمشي معكم العارف هذه القبيله وداك الشيء. بقى داك المقدم تيمشي قال القيد بقى معاهم تيكملوا خدمتهم. داروا تما واحد اليومين هما تيدوروا تما الحمد لله اليومين كان فيها العشاء وغدا اتاي والله تشربوا اتاي هذا واحد بن عيسى بن عيسى بن دريس لا انا ودي ابن عيسى بن غبرتي اباك الله يرحمه كذا كل واحد تقول هذاك الراجل كان معقول هذاك الراجل عيطوا مزيان هنا. جاو خاويين ما جابوا حتى حاجه. رجعوا للمدينه صفرو. لما رجعوا لمدينه صفرو هنا من خلال المعاينه اللي عانوا الاخوان اللي كانوا جالسين معايا تيشوفوا قال لي اخي خرات كارثه وقعت في الكوميساريه. المراه تقول بانه واحد السيد تيبيع العواد لان صفرو من المدن تيطلبوا العواد ديال التدفئه منهم الفاخر وداك الشيء راجل معروف في البلاد. تيقول هو صاحبه اللي ما تيتفاقش هو وياه حتى انه بعض ما تيجي من طيبات عنده ما تيتفاقش هو وياه صديقه. العفو كاين الصاد كاين الصاد وما قندير لنا لافونتيراتور لا والو ما صدعكمش على اي الله يدوز عادي هاد الصاد غير يدوز هاد عاديه راه مزيان الصحه ولكن غير ردوا بالنا شربوا الماء بزاف نغطيو ريوسنا. الحمد لله على اي حال. قلنا سيدي هاد السيد هذا صاحبه والمراه قالت لهم هذاك هو صاحبه كل حاجه راها في راس داك السيد. مشاو جابوا داك السيد بقاو تيبحثوا معاه. هذاك السيد حتى هو من ديك القبيله بداو جاو الناس يتدخلوا عليه حيت هذاك السيد داك الضابط ما كانش محافظ شويه على السر ديال القضيه. غادي يسول غادي يسقسي ما عرفش من تيجي مول الفخر جاو مع مول العواد جاو مع امه ديال عباد الله لا السيف لا باس ودي هذا راه ديالنا هذا راه كان بحال خوه هذا. الاخر هذاك مول العواد قال لهم اللي بغا قال لهم اي سيدي قال لي انا يدخل ولده يوظفوا وعنده شي فلوس يعطيها شي واحد والله انا ما على بالي. وذاك النهار ما داش عندي كاع مول تيدوز ما داش شيء تسنيتو زعما تنديرو شي كاس ديالها حتى ما داش. لا اله الا الله والله الا قافيه وحق الله العظيم. وما دخلتي مع هذيك الليله جلستي معاه تعشيتي معاه فين مشيتو فين كنتي انت في كذا. هذا البحث ما كانش التعميق البحث ما كانش لان الشيء اللي قلت لكم المعني بالامر اللي قلت لكم الضابط ما كانش عليك فيه باش يتعمق مع هذاك دوز عاديه داز مع الطريق اللي هي المراه تقول هذاك صاحبه وتيكون معاه وكذا وكذا اصرار عنده تيمشي معاه وتجلس معاه كذا كذا حتى طلقت واحد الهضره خايبه طلقت بانه شي علاقه يمكن شي علاقه ديال المراه مع ذاك العواد لا العواد مع المراه لا كان ودخلوا شي تخربيق قالوا دخلوا الناس وبقات المدينه كلها تتهضر والضابط ديالنا تيدور في المدينه وامشى تقطع ورجع. ولكن المشكل اللي كان عنده جوج المشاكل. هذاك الكاتب اللي قلنا الله يرحمه هذا كانت فيه واحد البليه بلا ما نذكروها خصو مع 6 العشيه يمشي البليه ديالو هذيك تيخدم مزيان ولكن فاش كان معنا كتخدم مزيان ولكن ما تسدوش على 6 العشيه خلي الراجل يمشي مع 6 العشيه تيمشي يمشي البليه ديالو السبت حد ما تيبانش مول في الكتابه تيخدم السبت الحد. والاخر ذاك الضابط كان عنده تيتسنى الجمعه باش يمشي عند ولادو قال لك كان تيمشي عند ولادو تيقول لهم شوف ولا كان شي حاجه علموني. ما ان الجريمه بحال هذه حنا لما كنا تنخدموا الاخوان تعرفوا هذا الشيء ما عندك جريمه راه لا السبت لا حد لا انا جاي لا تقول لمرتك او شتي ليا فلوس حوايج الحمام لا غتمشي مع الدراري ما عندكش جريمه تبقى تخدم فيها الله عمرك ما تخدم فيها شهرين والله لا حيدت على كتافك في ذاك الوقت. اليوم الحمد لله كاين الناس اختصاصيين ولاو عندنا في مدير الاعمال الوطني وكاين مصلحه الجريمه اللي ولا تعطي بعض الحوايج زوينين بزاف تيعاون بزاف 50% تيعاون. والفقره القضائيه الفقره الجنائيه اللي ولات دابا مكلفه بجرائم قتل وكذا ولاو فيها حريفيه لان السي الحموشي ولد الميدان الموسيقى العام سي المنصوري ولد الميدان عارفين الميدان شكون خاصو
عارفين اش كان خاص الاداره العامه للامن الوطني، اش كان خاصها، وداك الشيء اللي خاصها داروه الان في المدير العام للامن الوطني. كاع دوك التقابي، كاع داك الشيء اللي كان خاص ولا دابا. راك تسمع الحمد لله الجريمه تتسمع تتقاموا لها، تتسمع تتقاموا لها. شتو ديال الصلا هذاك اللي جا وحرق وكذا 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 وكذا، خلى غير الرماد، خلى غير الرماد، ما عرفوا حتى شي واحد. وصلوا ليه ومشاو وعرفوه راه في اسبانيا وهضروا مع اسبانيا والمفاوضات وكذا وجابوه، خلى غير الرماد الحمد لله. ولكن داك السيد كما قلت لكم كان هذاك تيجي عند ولادو وتيقول داك رئيس المفوضيه كان هو اداري اكثر ما هو قضائي، تيمشي عنده تيقول له انا نمشيو عند وليدات، هو سير تيوصل الاخرين وانتم تكون شي حاجه ديروا لي التليفون، لا هو بحثوا شويه دوروا، تيقول لي الكاتب كون هاني ندوروا، تيمشي يدور عند صحابو دوك البليه ديالو، دوك الدراري تيمشيو تيجي نهار الاثنين وبقات القضيه هكا غادا. والغريب عاوتاني ما هو ليس بجميل، تيعاودوا الاخوان ولاو الناس معرمين قدام الكوميساريه، غادي نلقاو تيقولوا وصل علينا وصل علينا، ولا نقدم جمعه ليه 11 شهر تيهضر معاهم دق 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 الدراري الحضاريه تيسول مع شي واحد قدام تيهضر مع شي واحد، هذا شي واحد كاع ما دخلوا في القضيه حتى هو تيهضر مع شي وحدين تيدخلوا من البيرو وحدين اخرين ما عندهم علاقه بلا بيجي خدام تيهضروا معاهم زيد اخويا كمل زيد هذا، وتخلطت ودامت ماشي بهذا العالم مسكين بحال داكشي اللي عرفوا الله واللي غيعاونوا ما كاينين شي، واللي غينبهوا ما كاين شي، ورئيس المفوضيه في مستوى ما كاين شي. وبقات اليوم غدا حتى هذاك اللي كان متهم سماتو المراه الاول ما كانش اللي غيبحث معاه غيجلس مع الطابله، ولا تيجي قال لكم تيمشي تيجي يقول خليت نحاول المحلول والحانوت ديالي خليته، تيقول لي اجي غدا تقول غدا فوتوا لي غدا السوق الله يرحم والدين كاع، وكتقول لي السيد فوتوا لي اثنين الله يرحم والديك صافي. هنا دخلت الشرطه القضائيه ديال فاس، لان صبروا تابع الفاس، تابع الامن ديال فاس، ولايه الامن ديال فاس دخلوا، ولكن دخلوا معطلين تقريبا 20 يوم عاد دخلوا هما لقاو خلطات وتخربقات وبحثوا مع هذا وبحثوا مع هذا وتلونات، ماشي بحال دابا تكون جريمه كبيره اما الشرطه القضائيه ديال المكان تعطي النتيجه في واحد 10 سوايع ولا 12 ساعه، اما تدخل الفرقه الوطنيه، او بالنسبه للمفوضيات تطرى جريمه تنطق الناس من الولايه، الشرطه القضائيه تنتقل عين المكان في مدة المساعده، الا تيخليو شي مفوضيه تتخبط بوحدها بكري ويكون فيها شي واحد ماشي حريفي تيخرق شي قضيه نهار تسخن نوضوا عليها صداع بزاف تيصيفطوا عاد واحد اللي قالت تجي تلقاو مخرقوها كيما وقف هذه صيفطوا ديال فاس جاو تما الشرطه القضائيه تلقاهم مخرقه ومضربقه. شي وقع لنا واحد المره مع واحد البنت اللي كانت قتلت في فيلا بلا ما نعاود نذكر سميتها لان امها مسكينه عيات ما تسمع بنتها وتبقى فيها الحال، تقدرت في واحد الفيلا وكان ديك الساعه عندنا واحد رئيس الامن الاقليمي راجل تعرف الاستعلامات العامه الطب في الاستعلامات العامه كما نقولوا في المخابرات تعرف مزيان، ولكن في الشرطه القضائيه ما تعرف والو. وكنا حنا في قويطه شدينا هاد لافير خدامين فيها ديال البنت تقتلات وسط فيلا، اش دار لينا هو ناض سيدي وقف قال غندير واحد الخلايا ديال البحث، دابا القضيه باش تبحث في الشرطه القضائيه الناس الشرطه القضائيه ساد يعني البنات تيبحثوا والسر مجموع قال لك لا نديروا خلايا، دار خليه في الدوائر يبحثوا الاستعلامات العامه يبحثوا، مشى دار القياده في القياده علق مسروقات كاتبين دراجه من نوع كذا هذا من نوع كذا واحد خاتم ديال الذهب من نوع كذا علقهم في القيادات، انا شفت القياده مكتوب واحد تفاجات وكاتبين فيها اللي لقى هادو عند شي واحد بانه يخبر الشرطه القضائيه. شويه كان دخلت السيد العامل على الخط لان طاحت في واحد البلاصه واحد الفيلات وكذا، وطلب من القياد باش يساعدوا القياد يعاونونا في الجريمه، ولينا تنستدعيو شي واحد تنقول لي اجي عندنا تيجي تيقول لنا السلام عليكم السلام سميتك قول لنا خويا اش تعرف هذا القضيه، يقول انا كنت عند القايد استدعاني السيد القايد وداني نقدم وراه بحث معايا القايد وداك الشيء اللي القايد نقول لكم القايد بحث معاه وانت شكون انا بحثوا معايا الكوميسار اللي حدانا عيطوا لي الكوميسار اللي حدانا عيطوا لي بحثوا معايا هذا القايد هذا الكوميسار وتشتت البحث كيما هذا تشتت لهم من البحث ولا اللي جا راسو عامر واللي جا هذا او داك خينات يا جماعه تبعونا حتى ولات قال لك واحد شكون قدام الكوميساريه شنو جالسين في القهوه وشي تيبحث مع شي وتيخرج البوليس يقول لي عيطوا واحد سميتو ادريس بالعربي تيمشيو للقهوه ادريس تكلم تيجيو معاه ثلاثه تيدخلوا السلام عليكم السلام اش كاين قول لنا فيك ذاك النهار كنت هنا وفلان ياك فلان فين كنا مشينا تنشربوا قهوه دازت قضيه وتلونت لما جاو الشرطه القضائيه ديال فاس لقاوها تلونات وتخرقات لا بصمه ولا بصمات ولا محجوزات ولا بحث ولا تعميق البحث ولا شي ما يثبت بان فات قاتل ولا قاتل. جاو داك الراجل داك اللي تيبيع الخشب لقاو حتى هو اللي تيبيع العواد لقاو حتى هو مشى 10 مرات مشى عند القايد عيط له واحد 100 ومشى عند المقدم ودوز من هنا داز من هنا شبيت يدي منه حتى هو قاتل تعلم يجاوب وتعلم يهضر وتعلم يصوب فين كان وتعلم تخرقات
ولكن اش وقع سي الخرز في الاخر؟ لا جثه ولا مجرم، ما لقاوش الجثه، بقاو برجل، نهار بغاو يدفنوا رجل، مشات المراه تبكي والناس غاديين تيصليو عليه، الله اكبر، تيصلوا على رجل هي اللي بقات، الجثه فينا هي الله اعلم. اذا هادو كانوا قطعوه. اولا الجثه تلقات في واحد البلاصه قريبه المول العواد وقريبه السكن ديال المعني بالامر، غير خرجوا من الحومه وحطوا. اذا هذا السيد ماشي واحد، هذا السيد قطعوه ودخلوا مع الغرسات، وسط الغرسات هازينو او هازين كرجال رماوها لان الرجل كامله وكملوا الطريق بالجثه. واش كانوا غاديين قالوا نقطعوا من هنا، قطعوا منها، رماو وزادوا قطعوا منها او قطعوها وتفرقوا، ولكن هادو ما فرقوهاش، لان كانوا الناس يلقاو وحده هنا وحده هنا وحده هنا، لا يمكن نقطعوا غير رجل شويه، قال خلي اسيدي بغينا نقطع لينا هذا، حيدك الرجل قطع، حيدا هاد الرجل فيها البرص، حيدا انا حيت هو معروف بالبرص، حيد الرجل حيدا، تلقاو الجثه يلقاوها ما يعرفوهاش ديال من الراس حيدوه. ولكن فينا هما هاد الاطراف ما بقاوش، بقى غير رجل بوحدها. كي بقات مراته غتبقى اليوم تبعثون، ومراته تقول واحد المراه طيبه وكانت تتبغي، والناس بقى فيهم هذا السيد انه كان واحد الرجل شريف ومن عائله شريفه والاقارب ديالو شراف والعائله ناس شرفه وناس مزيانين وناس طيبين مشهورين بالكرم ومسلمين بالشرف ومسلمين بالمعقول، الناس ديال الجنوب. ومشى ذاك الرجل هباء منثورا ديال واحد البحث مشى عوج. هذا درس عطيته للناس ديال الضابطه القضائيه، ديال الشرطه القضائيه. الواحد الا ما قديتش على واحد لافير اسيدي نطلع عند المعلم ونقول حنا ما سواعر عليا هذه، ما تدخلش في واحد الدخله اللي في الاخر تخرج خاويه، جريمه قتل او سرقه او مخدرات او شي حاجه واعره، ما تدخلش فيها، ما تقلش عليها. وثانيا الرؤساء اليوم الشرطه القضائيه ورؤساء الامن الاقليمي والناس لا في الدرك ولا في البوليس، نشوف الرجل المناسب في القضيه المناسبه. الا جات واحد القضيه كبيره هدا خويا، ماشي غير انت مكلب المخدرات وتحت واحد القضيه يقول لك باطوط المخدرات، ولا يقول لك معشوق ديال المخدرات شي 20 طن 40 طن، ونعطيك الواحد عنده المخدرات تجدادات، ناس تجدادات تيبيع الطريفات تجداد، انا نعطيه الراجل اللي قاد بها، اللي غيمشي ويقد بها، اللي عطى قضايا يخدم فيهم كبار، عنده واحد بالماريس، عنده واحد تاريخ القضايا كبار، تيكونوا معروفين، تيكونوا على رؤوس اصابع معروفين. هذوك هما اللي نقدموا. بحال هذا ناض هو غير اداري، عطى الواحد قال لي تكلف هباء، ما جاو الناس اللي حريفين لقاو خرقوا عليهم الخدمه اللي خدموا. هادو اللي قلنا ديال الصفرو خرجت على الحريفيه ديال الفاس اللي جاو ما عرفوا ما يبداو فين يديروها، خربقتيها علينا خربقتيها. حنا كيما كنا قلت لكم جريمه في فيلا ديال بنت مقتوله محطوطه في بانيو، انا اللي خرجت الله شاهد عليا بيدي، خرجتها بالبانيو مسخون، مقتوله. جينا بدينا نبحثوا كما كنا مولفين، وحنا الفرقه الجنائيه ومعايا ناس حريفيين كانوا ديك الساعه، انا كنت عنصر ما كنتش رئيس، لكن كنت معاهم داخل تنبحثوا، في الاخر تنتفاجئوا اللي عيطنا ليه تلقاه راه عيطوا عليه فلان، راه عيط عليه فلان، راه عيط عليه القيد، راه عيطوا ليه الاخرين، راه مشى هذا، راه طلع عند المعلم، راه جاو فرصتنا دخلنا ما نعرفوا اش غنديروا. لان الراجل اللي غتفاجئوا تجيبوا وتقول لي جلس، تجيبوا من الحانوت ولا من دار مع راسو خاوي تبدا معاه، لقيتيه عيط له واحد اخر هضر معاه وتكلم معاه وقرا وتعلم. مشات هذه القضيه هذه، وهذو من القضايا اللي نطايتي سيروسيوني اللي ما لقاوش لهم الحلول وبقاو بسمة عار. اولا على كل الناس يخدموها بسمة عار على المدير العام الوطني ككل ذاك الوقت. اما هذو اللي خدامين بهم بريئين ما خافوها ما شافوها ما تا شي حاجه ماشي شغلهم فيها، هذا مش قضيه. ولا بغاو يجبدوها وافين غتجبد عرفت ما جبدها دابا كداز على التقادم، مشات ديك القضيه هذيك وضاعت. ولكن هذا درس، هذه قصه جريمه عاوتاني الناس، لان الراجل هنا حتى هو مسكين خلى فيها. يا ودي بغيتي توظف ولدك، بغيتي دير اي مشروع بغيتي ديرو، خلينا توظف كيما وقع ليه هو ولا كذا، تهضر مع الدار اول يوم غادي واحد السيد وهذا السيد منين وغتلاقى به، بغيت نشري غا طوموبيل، اقول الدار غنشري طوموبيل، مشيت تفاجئهم وخرجوا تشوفوا هاي شريتها. وكون دوك اللي كنتي غتشري بهم دوك ذبحوك، يقولوا جيب فلوس يدوك قتلوك. شحال وقعت بحال هادشي هذا؟ اقول لهم انا راه غادي ولقيت واحد السيد غيبيع لي الطوموبيل، مشي معايا فلان، مشي معايا كذا، وديما اعطي معلومات حتى في غادي. ما عمرك دير غادي تسافر واحد المدينه تلاقى مع شي واحد واعطي معلومات لمرتك ولاد شكون، حتى لا جاوك بحال هذا يجوا بوس فين مشى راجلك، قال لي غيمشي عند فلان الفلاني كان جا في الفلانيه هذا كذا كذا كذا، وتتنور البحث وتتبين لهم البحث، تتبين فين يمشيو. اما هو خلى مسكين السكري عنده في قلبه انا غادي فين غادي واحد السيد، علاش غادي يوظف في الدري فين كاين فاس غندير لي شي فلوس. شكون غير زيد شويه غنقول لهم راه سميتو فلان وكذا ولا قال لي فلان وهذا حتى هو خلى فيها شكل واحد 20% خرجت عليه. اجي خرجت عليه ولقى
قناصير مسكين مات الله يرحمه، يا فين هي الجثه ديالو، فين هي، اش داروا بها هاد المساخيط؟ ولكن علاش حيدوا الرجل اللي فيها المرص ورماوها بوحدها؟ شنو كانت الخطه ديالهم؟ ان الجثه تاهي رماوها في شي بلاصه غتشاف، ولكن الجثه ما عندهاش الراس وما عندهاش رجل. حنا نقولوا الا غيرميو الجثه بلا الرجل اللي فيها البرص، حيدوا الراس بوحدها باش الجثه ما تعرفش، ولكن ما خلوش الراس، الراس حيدوه، ولكن فين رماوها؟ دفنوها. ما عرفتش ما كنتش في عين المكان، ما بحثتش، وماشي كون بحثت انا كنت غنوصل، لا العلم لله، ولكن كنا ربما غنديروا حسن هذوك اللي داروا داكشي. نتمنى منكم هذه الحلقه تفيد شويه، وهدرت لكم على مدينه صفر. زوروا مدينه صفر دابا، شوفوها راه باقا زوينه وباقي فيها ما يتشاف، ولكن هنا واحد النداء المسجد ديال صفر، بركه من دوك المشاكل اللي عشتوا فيها المجلس الاول والثاني والثالث. ديك المدينه خصها رجال، الان خصها رجال اللي يخدموها، ماشي رجال اللي غامشادين في المكاتب عطيني نعطيك ومدابزين على البيجي ومدابزين على المشاكل. راه طيحتوا بصفر، طيحتوا بديك المدينه اللي خصها تكون مدينه اليوم عندها ثقافه سياحيه، مدينه اللي يجيو الناس يشوفوها، وكاين دوك لي جيد اللي يدخلوا الناس يقولوا هذا الحيط كان، هذا الحيط هنا، هذه راه زوينه شوفها. نتمنى من الله هذا العام يديروا الحفله ديال ملكه الجمال، وانا لا اتاكد بان غيديروا، غندير واحد الاشهار كبير مجاني ان شاء الله باش الناس يمشيو لديك المدينه ويشوفوها. وتنحيي جميع الاصدقاء ديالي مدينه صفر، تنحييهم والسلام عليكم ورحمه الله. ولكن قبل ما ننسى غنقول لكم واحد القضيه، واحد المستملحه نقولوها. تنهضر لكم دوك الدراري قنيتي اللي في القنت، داك اللي في القنت تيجلسوا في القنت وتيبقى مريح في القنت حداه مالينوا ولا شاد كاس قهوه حاطو ناخذ منار الماء، داك تيقول لك المغرب عيان نطلع في حياتي لبرا، ان شاء الله نطلع لفرنسا. عندي واحد السيده من لا فامي قالت لي دبر على الفيزا، تجي هنايا. الحومه مشيت لها الديم، لقيت واحد الدري من دوك الدراري سلم عليا بخراز لاباس بخير، وتنتبع الحلقات ديالك اقسم بالله ديما تنسبورطابلنا في هاد القنيتو، حاط هذا واحد كليب صغير مالينوا باقي صغير، حاط واحد الكاس، قلت هادو ما تنهضر عليهم وتهضر معاه. هو شوف واحد المرة تدق في واحد الدار، هو يقول لها اختي عيشه راه تما دقي، راه عاد خرجت بنتها دابا، خرجت مع واحد المراه هازين واحد القفه، راه باقا راه كاينه امي فاطمه، راه كاينه تما، غا دقي مزيان. وكمل معايا الهضره، بقات يهضر معايا، دير واحد السيده يقول لها مرقيه بخير، كيدير شي مرقيه نيات والله يحفظك، والله يطلق سراح بوجمعه، والله انا مسكين مشى ظلما وحق الله، شنو ديك القاضي خرج عليا باش يضربني بعام على والو، وكان ربي يطلق سراحه. قال لي مسكين واحد الدري مشى ظلما والدب، اقسم بالرب صافي حاضي المراه اللي غادا ضحكني، حاضي المراه اللي غادا تكون على ولدها، شكون اللي مسكينه يا حشمات كما بغيتي تكون على ولدها وتقول لها ولدك راه يطلق سراحه، حاضي الدار شكون خرج منها، قال لها غادوقي راه تفكرت قلت لها نتكلم قنيتيه. والسلام عليكم ورحمه الله.